الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم غايات قرآنية نواصل بإذن الله تبارك وتعالى في حلقاتنا عن هذا البرنامج، وهذه هي الحلقة 24 وهي تحت عنوان غاية التعقل. مسألة العقل هي من المسائل الكبرى التي شغلت الناس، ومن المسائل الكبرى التي يتمنى كل إنسان أن يمنحه الله سبحانه وتعالى مزيدا من العقل ومزيدا من الرشد ومزيدا من الفكر ومزيدا من الاهتداء بكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وجعل الله سبحانه وتعالى هذه المسألة من الغايات. طبعا قد يتعجب الذين ينظرون إلى العقل بشكل مريب أو بشكل ليس على الطريقة القرآنية. القرآن الكريم يعظم من شأن التعقل ومن شأن التدبر ومن شأن التفكر ومن شأن التذكر، وكلها على كل قضايا لها علاقة بموضوع التعقل والعقل، وينسون بأن الله سبحانه وتعالى لقد امتن على هذا الكائن الإنساني بموضوع العقل. يعني ميز الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان بأن جعله عاقلا، بل الله سبحانه وتعالى رفع التكليف عن من ليس بعاقل، رفع التكليف عن المجانين مثلا، الذي فقد عقله رفع عنه التكليف. وبالتالي أعظم ما يمكن أن يتمتع به الإنسان هو استثمار هذه الخاصية، هذا العقل الذي منحه الله سبحانه وتعالى لابن آدم، كيف يستثمر وكيف يمكن أن يفعل. هذه القضية هي إن شاء الله ما نريد أن نتناول في هذه الحلقة المباركة. لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وزوده بآلة العقل، وجعل ذلك مدار التكليف تحملا وأداء، والتكليف مرفوع عن فاقد العقل، وجعل العقل من النعم المستوجبة للشكر والمقتضية للإعمال، أي إعمال العقول، وتعطيله يقتضي العقاب، أي تعطيل العقل وعدم تفعيله وعدم إعماله يقتضي العقاب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن الذين عطلوا عقولهم وعطلوا أدوات العقل وعطلوا قوانين العقل، فإن هؤلاء متوعدين من الله سبحانه وتعالى، لأن الله أعطاهم منحة منه ونعمة منه، وسيسألهم عن ذلك. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تسأل عن كل النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف بنعمة العقل التي يعني هي من أعظم النعم. والإسلام لا يعترف بقضية التناقضات التي يثيرها كثير من الناس، التناقض بين العقل والنقل، التناقض بين الروح والجسد، هذه الثنائيات الإسلام لا يعترف بها. الإسلام يتعامل مع المركب الإنساني كما هو. هذا المركب الإنساني فيه جسد وفيه حواس وفيه عقل وفيه أعضاء، فالإنسان يتعامل الله تبارك وتعالى معه كما هو، لأنه خلقه ويعلم جل جلاله كيف يتعامل مع هذا العبد الذي خلقه. إذا كان الأمر كذلك، نلاحظ بأن الآيات كثيرة جدا وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى عن التعقل وعن التفكر، وبألفاظ كثيرة جدا ودلالات عظيمة. يعني هنا أنا الحقيقة كنت أتمنى أن أجد من الوقت والفرصة ما أجعل هنالك غاية منفصلة، وهي غاية التفكر بالإضافة إلى غاية التعقل، لأن هنالك بينهما خصوص وعموم. لكن دعونا الآن إن شاء الله في هذه الحلقة نتناول موضوع التعقل، ولكن علينا أن نستصحب معه هذه الغاية التي ربما لا أتمكن في الحديث فيها، وهي غاية التفكر. فأنت عندما تتأمل في آيات القرآن التي تتحدث عن التعقل لا بد أن تستصحب معك آيات التفكر. في ذلك الآيات لقوم يتفكرون أفلا يتفكرون، هذه كلها ستجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى. على كل موضوع العقل كعقل من حيث المصدر ما ورد في كتاب الله اسم حاجة اسم العقل، لكن ورد تفعيل ذلك: يعقلون، تعقلون، لعلكم تعقلون، وردت بشكل كبير جدا. ولذلك نلاحظ سبحان الله يقول الله عز وجل: كذلك يحيي الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والدار الآخرة فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، إن أجري إلا على الله
إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إلى غير ذلك من الآيات. حقيقة آيات كثيرة جدا، ولو أردنا أن نجمع بين آيات التعقل أو آيات التي فيها عين قاف لام، يعقل وتعقل ويعقلون وأفلا تعقلون، لو جمعنا هي ربما معها الآيات الأخرى اللي هي تتحدث عن أولي الألباب، وتتحدث عن أولي القلوب، وتتحدث كذلك عن أولي الحجى، وتتحدث عن غيره، سنلاحظ بأن كل ذلك ربما يصل معنا إلى عدد كبير جدا من، يعني هنالك مثلا اللب، هنالك النهى، وهنالك الأحلام، وهنالك القلب، وهنالك الفؤاد. لو جمعنا كل ذلك سنلاحظ بأننا نحصل على عدد كبير جدا من المعاني العظيمة التي تدور في نهاية المطاف حول مسألة التعقل، يمتدح الله سبحانه وتعالى بها أهل العقول، أهل النهى، أهل الألباب، ويجعلهم في مقام خاص، ويجعلهم ممن يستفيدون ويستثمرون هذه النعمة التي امتدح الله. يعني كل هذه يمكن لو جمعت في كتاب الله سنجد بأنها 216 مرة يراد في أغلبها العقل والحجر وغير ذلك، وإعماله وأهميته. وبالتالي يمكن القول بأن من أهم المقاصد القرآنية تفعيل وإعمال هذه العقول وعدم تعطيلها وعليها مدار التكليف. فكيف لو أضفنا إليها آيات التفكر والتفكير، وهي سنجدها أيضا واسعة جدا. فستلاحظ أنت يمكن ما لا يقل عن 500 أو 600 آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو مفردة يعني وردت في كتاب الله، كلها تدور حول ضرورة عدم تعطيل العقول وتفعيل هذه العقول وإعمالها تدبرا وتفكرا وتعقلا. من خلال ذلك تستطيع إن شاء الله أن ترتقي في مقام العقلاء ومقام أولي الألباب ومقام أولي النهى الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى إذا كان العقل بهذا الشكل، يبقى هنالك إشكال في ماهية العقل، لأنه فعلا كثير من الإشكالات الآن التي يختلف الناس حولها حول التعريف. إيش العقل؟ ما هو العقل الممدوح؟ هذا العقل الذي امتدحه الله بهذا الشكل وجعله مدار للتكليف، ما هو العقل؟ هل العقل جوهر شيء خاص نستطيع أن نلمسه؟ يعني ممكن نقول والله نحن الآن قبضنا بالعقل، كما أن أستطيع الآن هذه الجارحة واضحة أقول والله هذه يدي، هل أستطيع أن أقول هذا عقلي؟ هذه إشكالية كبيرة جدا، من فلاسفة اليونان وإلى فلاسفة المسلمين الذين تأثروا بهم هنالك إشكالية بين هل هو جوهر أم هو عرض. ولكن دعوني هنا لأن المساحة حقيقة ضيقة عندي أتناول رؤية شيخ الإسلام ابن تيمية عن موضوع العقل وتعريفه للعقل وماهية العقل، لأنه من أفضل من كتب في هذا الباب، وانطلق من المفهوم القرآني لمسمى العقل والمفهوم النبوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فاستطاع أن يلخص لنا مفهوم العقل في 4 معاني. فقال المعنى الأول للعقل: أولا العقل يقول هو عرض أو صفة للذات العاقلة، يعني العقل يوصف بها ذات، نقول إنسان عاقل، فالعقل هو صفة وعرض للإنسان وليس شيء قائم بذاته. هذه مسألة مهمة. ويقول أيضا العقل هو غريزة من الغرائز، ويقول أيضا العقل هو علم يحصل بالغريزة، ويقول العقل عمل بالعلم. طيب نأتي إلى قضية أنه عرض من الأعراض. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله إن العقل عرض، فهو يعني أنه ليس جوهرا قائما بنفسه كما هو في لغة الفلاسفة اليونانيين. ويدلل ابن تيمية على ذلك في بكثير من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الرد على المنطقيين. لمن أراد أن مزيد من التفصيل هذا الكتاب مفيد جدا في موضوع العقل وتعريف العقل وكيف رد ابن تيمية على غيرهم. فالعقل في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمته عرض من الأعراض يكون مصدر عقل يعقل، كما في قوله لعلكم تعقلون. فالذي لا يفعل العقل لا يعني أنه والله هنالك جهاز معين موجود ونستطيع أنه نلمسه، لا، هو يقول هي صفة وعرض يتصف بها الكائن الإنساني، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. والعقل في لغة فلاسفة اليونان هو جوهر قائم بذاته، يقولون هو جوهر قائم بذاته، وطبعا عندهم فيه كلام كثير. ويقول ابن تيمية في الفتاوى أيضا إن العقل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين هو أمر يقوم بالعاقل، سواء سمي عرضا أو صفة، ليس هو عينا قائمة بنفسها
ليس هنالك جوهر أو عين قائمة بذاتها وبنفسها، سواء سمي جوهرا أو جسما أو غير ذلك، وإنما يوجد التعبير باسم العقل عن الذات العاقلة التي هي جوهر قائم بنفسه في كلام طائفة من المتفلسفة الذين يتكلمون في العقل والنفس. ونجد ابن تيمية عليه رحمة الله في تبيانه لمعنى العقل يعني يذهب بعيدا عن تعقيدات الفلاسفة اليونانيين ومن تبعهم من المفكرين المسلمين الذين جاءوا بتفسيرات للعقل بعيدة عن الفهم الصحيح، وهي عبارة عن تخيلات وأوهام وظنون كما يقول ابن تيمية. نأتي إلى مسألة هذا هو العقل، هو بالنسبة له عرض وصفة يوصف بها الكائن. الأمر الثاني يقول العقل أيضا في القرآن يأتي بمعنى الغريزة، الغريزة الإنسانية. يقول إن العقل فطري في الإنسان، غريزة في الإنسان، وهبه الله تبارك وتعالى لكي يدرك به ويتعلم ويعمل، ولم يكتسبه اكتسابا بعد الولادة، لم يكتسبه اكتسابا بعد الولادة، يعني الله أخرجه وهو عاقل. هذه الغريزة، غريزة العقل ولد بها. وهذا المعنى للعقل قال به كل من الإمام أحمد عليه رحمة الله والحارث المحاسبي عليهم رحمة الله. وقد يراد به أي العقل، يقول ابن تيمية، وقد يراد به أي العقل الغريزة التي في الإنسان، الغريزة التي في الإنسان، وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار. فهذه الغريزة التي من البداية كما ذكرنا يولد بها حتى الطفل، يعني الطفل نفسه يمكن اللحظة التي مثلا يأتي إلى النار فتحرقه يسحب يده، هذه حاسة فطرية في الإنسان وهذه هي الغريزة. إذن عندنا أنه عرض من الأعراض يوصف بها الكائن الحي والإنسان تحديدا. الأمر الثاني هي غريزة من الغرائز يولد بها الإنسان. النقطة الثالثة هذا العقل علم يحصل بالغريزة، إذن العلم الذي يحصل من خلال الغريزة يسمى ذلك عقلا. فعندنا إذن عرض وعندنا غريزة وعندنا كذلك العلم الذي يحصل عن طريق الاكتساب، هذا يسمى أيضا عقلا. رابعا يقول العمل بهذا العلم. أيضا في القرآن الكريم من يعملون بعلومهم يسمون عقلاء، ومن لا يعملون بعلومهم لا يسمون عقلاء وإن كان عندهم العقل الغريزي. إذا نحن أمام الآن مفهوم واسع لقضية العقل، تبدأ من أنه أولا ليس جوهرا مستقلا ولكنه عرض يتصف به الإنسان، وهو غريزة من الغرائز وهبها الله للإنسان عن طريق الاكتساب، يمكن أن يزيد ويحصل له مزيد من التعقل والعقل. فكثرة التجارب مثلا تجعل الإنسان أكثر عقلا، وكثرة العلم تجعله أكثر عقلا. ثم بعد كل هذا لا يوصف الإنسان بالعقل إلا إذا عمل بما علم. إذا نحن هنا لاحظوا مفهوم العقل عندنا هو مجمل هذه التعريفات التي ذكرها ابن تيمية. نخرج فاصل ونعود بعد قليل، فكونوا معنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. مشاهدون الأعزاء، نواصل إن شاء الله في مسألة العقل. فحقيقة لا أريد أن أتوه بالمشاهد في قضية التعريفات، تعريفات الفلاسفة، تعريفات الكلاميين، تعريفات على كل حتى المتفقهة وغيرهم في موضوع العقل، لكن دعونا نعتمد الآن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف العقل. ولكن أيضا أعرج قليلا إلى مواقف المسلمين عامة أو مواقف الإسلاميين إنجاز التعبير. وهنا الإسلاميين لا أعني بهم الجماعات الإسلامية، لأن مصطلح الإسلاميين أطلقه أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، ويقصد بها كل الفئات المسلمة التي كان لها أقوال في قضايا الإيمان، في قضايا القدر، في قضايا العقل. فهنا أقصد بذلك هذا الاتجاه. نلاحظ بأن الموقف من العقل لدى المسلمين وعامة الناس ربما لهم أيضا تقسيماتهم، لكن نحن بالذات في طوائف المسلمين هنالك 3 مواقف من العقل. الموقف الأول هم الذين جعلوا العقل حاكما، وخاصة هنا سنلاحظ بأن هذه المسألة تناولها أهل الكلام والفلاسفة في موضوع التحسين والتقبيح. هل يمكن للإنسان أن يعرف ما هو حسن وما هو قبيح قبل ورود الشريعة أم لا؟ فمنهم من قال والله موضوع الحسن والقبح
هو مسألة عقلية وليست نقلية، بمعنى أن الإيمان حسن والكفر قبيح، أن الفواحش حسن، أن الفواحش قبيحة وتركها حسن، أن العدل حسن والظلم قبيح. هذه المسألة مسألة لا تحتاج إلى شريعة. بعضهم قال والله ليست مسألة نحتاج فيها إلى ورود نقل، ولكنها موصوفة بذلك قبل ورود قبل ورود الشرع. وهؤلاء المعتزلة والكرامية ومن والاهم، فهؤلاء يمكن أن نسميهم من حكموا العقول فجعلوا العقل حاكما. قابلت هذه الطائفة طائفة أخرى هم من عطلوا العقول مع شيء من التحفظ على عبارة عطلوا العقل، لكن على كل ندرجهم ضمن من قالوا بتعطيل العقل، بمعنى أن العقل لا يستطيع الحكم على الأشياء قبل ورود الشريعة. وهؤلاء الأشاعرة قالوا والله مسألة العقل أن يعرف الإنسان هذا قبيح وهذا حسن ما عرفناه إلا بعد ورود الشريعة، لكن قبل ورود الشريعة ما نعرف هذا قبيح ولا هذا حسن مهما اتفق الناس. يا إخوان هنالك عقلاء، هنالك فطرة، هنالك كذا، يمكن أن تبين لنا ما هو حسن وما هو قبيح. يقولون لا نعرف ذلك إلا بعد ورود فهؤلاء يمكن أن نطلق عليهم معطلة العقول. الصنف الثالث، وهؤلاء طبعا يمكن أن نستشهد بما قاله كثير منهم، وخاصة يعني فطاحلة الأشاعرة من أمثال الجويني وغيرهم. هؤلاء تكلموا في هذا الموضوع واعتبروا مسألة التقبيح والتحسين، والرازي كذلك، مسألة التحسين والتقبيح هي مسألة لا يمكن للعقول أن تدل عليها. فقال إمام الحرمين: العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف، وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع. هنالك مذهب وسط، ولعله هو المذهب الأوسع من حيث على الأقل، أو الأصوب، دعونا نقول هو المذهب الأصوب الذي تبناه جزء كبير جدا من أهل الحديث وكذلك كثير من السلف رضوان الله عليهم، وتبناه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليه رحمة الله. هؤلاء يقولون بأن مسألة العقل والشرع لا تعارض بينهم ولا تناقض بينهم، ويمكن أن يكون هنالك جمع. فالعقول يثبتون لها أنها تستطيع أن تتعرف على الحسن والقبح، الحسن والقبيح، يمكن أن تتعرف عليهم قبل ورود الشريعة. فالناس يمكن أن يعرفوا إجمالا أن العدل محمود، وأن الظلم مذموم، وأن الصدق محمود، وأن الكذب مذموم، وأن قتل النفوس وإتلافها مذموم. هذه قضايا ممكن الناس تعرفها قبل ورود الشريعة، ولكن لا تعطى وصف الحكم بالحلال والحرام إلا بعد ورود الشريعة. لكن ابتداء الناس تعرف أن والله الخير والشر، تعرف الحلال المجمل والحرام المجمل، وتعرف القبيح المجمل، ولكن التفصيلات لا يمكن أن نتعرف عليها إلا من خلال ورود الشريعة. وبالتالي هنا جمعوا ما بين أنهم لم يسلبوا العقل حقه ولم يسلبوا الشرع حقه، وجمعوا بين الأمرين. وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هو ما تواترت عليه النصوص الشرعية وما جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يرجح هذا القول. هنا على كل لا أذهب الآن في التفاصيل، دعونا الآن يعني الطائفة الأولى حكمت العقل، الطائفة الثانية عطلت العقل، الطائفة الثالثة قالت إذا ورد النقل شهد العقل، إذا ورد النقل شهد العقل، وبالتالي ما يثبته العقل أيضا يعضده النقل، فلم يجعلوا تعارض بين العقول والنقول. بل شيخ الإسلام ابن تيمية في أدلة الشريعة لا يقول أدلة شرعية وأدلة عقلية، يقول الأدلة الشرعية قسمان: المنقول والمعقول، فيجعل الأدلة العقلية نفسها جزء من أدلة الشريعة وليست خارج عن أدلة الشريعة، فلا يجعل أدلة الشريعة فقط هي المنقول. طيب نأتي إلى أهم جزء في هذه الغاية. إذا كان الأمر بهذا الشكل ومطلوب منا من الله سبحانه وتعالى أن نعمل عقولنا، فلا تعقلون لعلكم تعقلون، كيف نفعل هذه الحاسة أو نفعل هذه الغريزة ونفعل هذه الصفة، صفة أن نكون عقلاء، أن نتعقل؟ هذه المسألة حقيقة للأسف الشديد نتيجة لصراع كثير من الاتجاهات، صراع أهل العقل مع النقل والإشكالات القائمة، وهؤلاء يسمون لهؤلاء عقليين وهؤلاء يسمون لهؤلاء نقليين، وجعلوا صراعا محموما بين العقل والنقل، حرم كثير من المسلمين وخطبائنا في المساجد حتى لا يحرضون الناس على مسألة إعمال العقول. فالله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أتاح لهذا العقل مساحات، فتعالوا معي إلى مجالات إعمال العقول، وهي ثمرة هذه الغاية. وإلا لا معنى أن نقول والله نتكلم عن غاية العقل ولا نتكلم كيف يمكن أن نفعل عقولها. المسألة الأولى:
العقل نلاحظ أنه شاهد بصحة البراهين والبينات وصدق الرسول والنبوات. أهم حاجة، أول قضية عندما يأتي الرسول قبل أن نصدقه لابد أن نشغل عقولنا. شغل عقولنا، هل هذا الرسول صادق أم كاذب؟ هذه مسألة عقلية. فلما نتبين من خلال البراهين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، معه بينات، معه إعجاز، معه كذا، نتعرف إنه والله هذا الشخص ليس كاذب، ونذهب ونتفكر. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، فننفي عنه الجنون، ننفي عنه السحر، ننفي عنه الكذب، ندرك حينها بأن هذا الرسول صادق. دي أول قضية، هذه قضية عقلية. هنا نلاحظ كيف أن العقل ظل حاكما على إيه؟ على موضوع صدق الرسول وكذب الرسول من خلال البراهين. هذه مسألة عقلية. الأمر الثاني، العقل منحة من الله سبحانه وتعالى للإنسان وعليه مدار التكليف، لأن غير العاقل مرفوع عنه القلم. هذه مسألة مهمة تبين لنا أن والله هذا العقل له هذه الدرجة، لا بد إذن من إعماله وتفعيله وعدم تعطيله. المجال الثالث، إعمال العقل أيضا من الغايات الكبرى في القرآن الكريم، غاية من الغايات وسعى يعني حثت إليها كثير من الآيات، وبالتالي نجد عبارة لعلكم تعقلون هي تعبر لنا عن غاية التعقل من الناحية القرآنية. رابعا، تعطيل العقول مما يوجب العذاب في الآخرة، لأنه تعطيل لنعمة عظيمة جدا وهي نعمة السمع والبصر والفؤاد، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. خامسا، نجد أن العلوم منها ما هو عقلي كالرياضيات والفيزياء والكيمياء، يعني في جزء منها يخضع للتجارب وجزء منها عقلي بحت، خاصة الرياضيات. تصور لو أننا أردنا أن لا نعمل العقول في هذا الجانب. لاحظوا كل الآن العالم الرقمي، الآن دخلنا نحن في عولمة العالم من خلال الأرقام. يعني كان في فترة من فترات العالم رعوي زراعي، ثم بعد فترة تحول إلى عالم صناعي، ثم الآن نحن ندخل في العالم الرقمي. وهذه طبعا منحة من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. إذا لم يقدم المسلمون ويدخلوا في هذه الساحة وإعمال عقولهم في هذا المجال فإنهم سيتخلفون بطبيعة الحال. فهنا لا بد من الاستفادة من العلوم المعاصرة التي هي لها علاقة بالعلوم العقلية. فإذا هنالك كثير من قضايا التكنولوجيا والمعلومات، وبالتالي العقل أساس التطور المادي إذا ما تم تفعيله بشكل صحيح. فأنت في ساحة العلوم المعاصرة لا بد أن تحرك العقل. سادسا، العقل أيضا من أداة التمييز بين الصواب والخطأ وبين القبيح والحسن في إطار مساحاته. هنالك مساحات جعلها الله سبحانه وتعالى حسمها عن طريق النقل، وهنالك مساحات جعل الله سبحانه للعقل فيها مساحة أن يتحرك. وبالتالي فالعقل له دور كبير في نقد الأفكار وتمحيص الأفكار وتحديثها وتطويرها. وحتى التراث الفقهي والتراث الإسلامي العقل له فيه مساحات واسعة جدا، يمكن أن ينظر إلى هذا التراث ويعمل فيه الكثير من قضايا النقد والتحليل والقراءة الجديدة، بحيث نستطيع فعلا أن نستفيد من عقولنا في محاولة الاستفادة من التراث الإسلامي. والعقل يسهم بشكل كبير في تنقية الموروثات وتجاوز القديم البالي منها، والإبقاء على الصالح الذي يمكنه المواكبة والمعاصرة، وبالتالي فهو يسهم في تطوير العلوم والدراسات الإنسانية والاجتماعية. وخلاصة القول فإن إعمال العقول غاية قرآنية، ويتعاضد العقل والنقل، وبتعاضد العقل والنقل يكون الصلاح والنجاة في الدنيا والآخرة، مع تغليب النقل في مصالح الآخرة وتغليب العقل في معرفة مصالح الدنيا. يقول العز بن عبد السلام عليه رحمة الله: فيما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدهما. هنا العز بن عبد السلام من علماء الشافعية الكبار، وهو رجل أصولي فقيه، يتكلم يقول فيما تعرف به مصالح الدارين، وطبعا يقول بأن كل الدين إنما جاء لمصلحة الإنسان، ولكن هذه المصالح هي مصالح جزء منها دنيوي وفي مصالح أخروية. فيقول بما تعرف به مصالح الدارين، هنا لا بد أن تتضح الآن المجالات. ومصالح الدارين ومفاسدهما رتب متفاوتة، فأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات، فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلته. لاحظ هنا الآن يقول لك في قضايا الدنيا عندك مساحات واسعة جدا، يمكن أن تتعرف على ما هو صالح وما هو طالح. يقول تعرف بالتجارب وتعرف بالضرورات
وتعرف بالعادات والظنون المعتبرات. ويقول أيضا: ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل، معظمها معروف بالعقل، وما خفي طبعا بطبيعة الحال لا بد أن تهتدي فيه بالنقل حتى تستطيع أن تستكمل الصورة، وذلك في معظم الشرائع، إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصلحة المحضة ودرء المفسدة المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن. يعني من منا الآن، من من البشر لا يرى والله الضرر يزال، أي حاجة مضرة بالإنسان هذه يجب أن تزال ومفسدة. ومن من الناس يرى أن والله هذه المسألة مسألة والله شرب الماء النقي مفيد للإنسان ومصلحة له، فهذه تستجلب. ومسألة السموم والمخدرات وغيرها والله شرور تدفع. فيقول هذه عقلا معروفة، وأهل العقول الراجحات يدركون ذلك، أن والله هذه مصلحة وهذه مفسدة. ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن. الإنسان الآن لو قلت له والله عندك مصلحتين، عندك مصلحة واحدة راجحة واحدة مرجوحة، عنده حسابات، من خلال حساباته يستطيع أن يختار ما هو أنفع له وأكثر مصلحة له. وأن درء أفسد المفاسد، الإنسان أحيانا تجتمع عليه مفسدتين فيقول والله هذه المفسدة أقل عندي من تلك المفسدة، هذه مسألة عقلية، هذه مسألة عقلية. وبالتالي تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن، واتفق العلماء على ذلك. وكذلك الشرائع جاءت بتحريم الدماء والأبضاع والأموال والأعراض، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال. واليوم في ظل حالة التردي نلاحظ بأننا في ظل حالة التردي العام للمسلمين نلاحظ للأسف الشديد غيبة للعقل وترك للنقل أو جهل به أو محاولة إيجاد صراع وهمي بين النقل والعقل، وإدارة معارك تهلك الحرث والنسل وتبتعد عن معارك الأمة الحقيقية، مما أدى لضياع مصالح الدارين وتسلط الأعداء على الأمة واحتلال ديارها والسيطرة على مواردها. فما أحوجنا لإعمال العقول ودراسة النقول الصحيحة، وأن النقل الصحيح لا يمكن، العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، كما عبر عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل. وبذلك نبتعد عن الثنائيات القاتلة، ومنها ثنائية العقل والنقل. قال تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. فجمع الله سبحانه وتعالى ما بين الذكر الذي هو كتاب الله وما بين أولي الألباب. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. فأهل الإيمان هم أولي ألباب وأولي عقول وأولي جحا ونهى وحجة ونهى، وهم كذلك أهل نقل وأهل سماع صحيح، وبذلك تستقيم مسيرة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.